بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لابد أن نعلمه أن المراد ليس جمع الحسنات، وإنما المراد نتائج الأعمال على القلوب. ولذلك يقول العلماء إن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب الخشية والخوف والإنابة والانكسار بين الله عز وجل والإخلاص وتعظيم الله والإقبال على الرب والتوبة، هذه مقدمة على أن أصلي 11 ركعة في التراويح أو 23 ركعة، وأني أخذ عمرة في رمضان، وأني أجلس إلى الإشراق. هذه أعمال مهمة وهي وسائل، لكن ليست هي المراد، هي وسائل. المراد الوصول إلى القلب، وأن الإنسان يجتهد على قلبه. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أي الأعمال أفضل ماذا قال؟ طبعا ابن تيمية ليس مشرع وليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول للناس أي الأعمال أفضل، لكن أجاب بإجابة نموذجية تكتب بماء الذهب ولا بد أن يتنبه إليها. أي الأعمال أفضل؟ قال شيخ الإسلام هو العمل الذي تجد فيه قلبك، هذا هو أفضل الأعمال بالنسبة لك أنت، لأن المراد ليس كثرة الأعمال، وإنما المراد قلبك يتأثر من ماذا؟ فاجتهد في هذا العمل لإصلاح قلبك. قلبك كيف يأتي فيه الخوف والاستعداد للموت والخشية من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية؟ وش العمل اللي يصلح قلبك؟ ليس المراد كثرة الأعمال. فلو كان الإنسان عنده كثرة أعمال، صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وإنفاق وإمام مسجد يصلي بالناس وخطيب جامع ويخطب كل جمعة ويخطب العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف ويؤم الناس ودائما يستفتى ويجيب، وعنده موقع على الإنترنت ويفتي الناس ويعلمهم وينشر الخير، كل هذه تعتبر إيش؟ هذه وسائل أعمال فقط. لكن نأتي إلى القلب، هل اللي سويته كله لو سواه صحابي لكان الآن خلاص وصل إلى أعلى مراتب الصديقية، لأنهم يعملون بحضور قلب. لكن إحنا على كثرة أعمالنا تجد الواحد تبلغ محاضرته لأهل أمريكا وبريطانيا وهو في السعودية، ومع ذلك ما تأثر قلبه. شو الفائدة؟ لذلك يا أحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم رهبنا وبين لنا، قال يأتي يوم القيامة أناس بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. حسنات يعني صلوا وجاهدوا وراحوا ونصروا الدين وتصدقوا ودعوا إلى الله وأموا في المساجد وخطبوا في الجمع، ولكن راحت حسناتهم هباء منثورا. الصحابة قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا جلهم لنا. قال إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني ما عندهم تربية قلب، ما عنده خوف، ما عنده قلق، ما كان يشتغل على قلبه، كان يشتغل على جوارحه. فلذلك إذا سئل قال الحمد لله والله اليوم تونا جايين من عمرة رمضان، الحمد لله عمرة رمضان حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش غيرت فيك العمرة؟ ما زال بكة الدخان في جيبك، القلب باقي ما تغير. ليش؟ غير قلبك، أنقذ نفسك. ليس المراد العمل، فالعمل لو كثر وكثر وكثر، غيبة واحد تروح أعمالك، غيبة واحد بس تغتابه يأخذ من حسناتك ويحط عليك من سيئاته. واحد ثاني يقول الحمد لله والله أنا اليوم مفطر 10 من الصائمين، نسأل الله لا يحرمنا الأجر. طيب 10 من الصائمين كم جمعت من الحسنات؟ 200 حسنة. طيب 200 حسنة هذه ممكن تروح بمجرد أن خرج 10 اللي فطرتهم وقلت لزوجتك والله ما شاء الله طلعوا أكولين خلصوا الأكل، ذهبت حسناتك، راحت كلمة خلاص راحت. لكن لو الإنسان يجتهد على قلبه لصلح القلب وحفظ الإنسان حسناته بعد أن يعملها. يصير يسوي الحسنة ويحافظ عليها، يسوي الطاعة ويحافظ عليها إلى الموت. لماذا؟ لأنه عنده قلب حي. فمن حياة القلب أنه كلما كاد أن يقع في الخطأ ارتدع ورجع، وكلما وجد الخير اندفع وأقبل على الله تبارك وتعالى. فيا أخواني أذكر نفسي وأذكركم، لا الواحد يعني ينشغل بقضية الحسنات. صلينا اليوم الحمد لله، رحنا والله ما قصر الشيخ، دعا فينا دعاه طيب وطولنا في الصلاة، هذا كله إيش؟ وسائل. وصلنا ولا باقي؟ كذا لازم نسأل أنفسنا ده، إحنا وصلنا ولا باقي؟ صلحت قلوبنا ولا باقي؟ الإنسان اللي استفاد من دعاء الإمام وصلاة الإمام والقيام هو الذي لما خرج من باب المسجد على طول عزم على التوبة.